ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى فطار اول يوم رمضان عند ست الكل وحبيب قلبي بابا حبيبي. فاطرين النهارده بقى هناك. فالفيديو هنا هتلاقوه مش مرتب شويه، ما كنتش انا اللي بصور، مش انا اللي بدأت التجهيزات. ربنا يخليهم حبايب قلبي. هما اللي كانوا بيجهزوا وانا كنت تعبانه شويه، فما كنتش قادره ان انا اعمل كل التجهيزات واصورها معاكم. فاللي قدر على حاجه عملها وساعدني فيها. فانا كنت في البيت وبط اختي حبيبتي حابه كده تصور لي الاجواء اللي هما بيعملوها عشان انزلها عندي على الصفحه. فهنا الفراخ دي كانت متبله على بيات مغسوله. انا بقول لكم انا شاركت بايه. انا غسلت الفراخ، ودي كانت المهمه الاولى طبعا عشان انا لازم اغسلها عشان هاكل منها. انا عندي وسوسه شويه في الفراخ. فانا غسلت الفراخ، وحبيب قلبي كده لازم يشارك معانا اول يوم الفطار. بابا تبلها، وزي ما انتم شايفين بقى لفها بستريتش كده وحطها في التلاجة، وتاني يوم بدأ يرصها كده. ده كل ده وانا لسه في بيتي. انا جايه حوالي الساعه 4:15 كده. بدأ يرصها بقى كده ويدخلها في الفرن. المحشي ما صورتش اي تجهيزات لان مش انا برضو اللي مجهزه. ايمان اختي اول يوم بقى رمضان ما تبقاش معانا اول رمضان يعني في بيتها. فجيت كده ساعدت ماما قبلها بيوم، عملت معاه المحشي. ماما كانت مقليه وهي سلقت، وهم حشوا مع بعض كده، وانا لحقتهم في سطرين كده فساعدتهم، فما عرفتش اصور تجهيزات المحشي. الفراخ قلت لكم الحوار الفراخ ايه تاني. الجلاش بقى انا جيت لقيت بط اختي لسه بادئه تعصق في اللحمه. فانا كملت تعصيج اللحمه وعملت الجلاش من اوله لاخره. دي الحاجه اللي انا شاركت فيها وعملتها كلها، وصورت لكم برضو جزء منها. الفراخ كانت متبله على بيات، وبدأ كده ادخلها في الفرن عشان تستوي. وهنا بقى كنت انا جيت عملت بقى الجلاش. ما صورتلكش المراحل، هبقى اصورها بقى معاكم بعد كده في شقتي ان شاء الله. هنا بقى كنت خلاص عملت الجلاش وسقيته، وهيبدأ بقى يدخل الفرن. العصاير هنا برضو ماما عملت عصير مانجا، وبابا عمل عصير خروب. وعملنا تمر مبلول بالزبيب والمية والسكر. برضو فيديو العصاير ده ما لقيته مش مستيف عندي. هنا بقى جمال الجلاش كان منفوش كده وجميل جميل جميل، مش عشان أنا اللي عاملاه والله. والاكل كله كان ما شاء الله في منتهى الجمال. كانت الفراخ في حتة تانية خالص. تسلم ايدك يا روح قلبي. ولسه بقى لحد ما حطيتيش اللايك انزلي يلا حطي اللايك بقى وشجعينا كده. دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. ودعوا لي كده ربنا يشفيني ويخفف عني عشان اقدر اكمل معاكم شهر رمضان، واقدر كده اعمل لكم اكلات حلوة يا رب تعجبكم. هنا بقى يا حبايب قلبي كان نفسي والله هصور لكم الاكل بالف هنا. هما ما استنوش لما نطلع من المطبخ على ما غرفنا بقى ما شاء الله كميه الاكل وكده. كان كله قاعد كل، فحاولت بس ان انا اصور لكم جزء بسيط كده. حتى الاكل هنا هتلاقوه متاخد منه ان شاء الله. بقى كان الجلاش ومحشي سلق ومحشي كرنب والفراخ كده ولحمه وسلطه، والمخلل طبعا اللي بابا عامله جزر وخيار وشطه وصوص الفراخ. كان ما شاء الله الاكل بقى جميل. دخلنا هنا بقى نعمل شويه حلويات كده. برضو ما شاركتش في الحلويات. دور كده يعني تعبانه شويه ورجليا وجعاني مش قادره اقف عليها. دعوه حلوه كده من قلبكم. عملوا هنا بقى الشربات. حطينا هنا 3 كوبايات سكر عليهم 4.5 ميه، يعني كل كوبايه سكر كوبايه ونص ميه. وهنا كانوا حشوا القطايف. هنا بقى خالو حبيبي هو اللي هيعمل برضو الكنافة. هنا بقى ما شاء الله اليوم كان حلو قوي. كل واحد بقى كان ماسك حاجة بيعملها، وانا كنت مأنتخة شوية اللي بقدر عليه بعمله. فهنا بقى جابوا كده الصينية، وهنا سيح السمنة وحط دهنها كده سمنة، وحط على الكنافة. كان طبعا مفتتها الاول، فالكنافة جايه بقى طازة فريش كده النهاردة. حط عليها السمنة وبدأ كده بقى زي ما انتوا شايفين يدلك بقى السمنة مع الكنافة عشان الكنافة تشرب كلها من كمية السمنة. هنا بقى على ما هو كده بيعمل السمنة، كانت ايمان اختي جت وبدأت بقى تقلي القطايف وتسقيها بقى بالشربات عشان نبدأ نقدم الحلويات كده كلها مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده لازم ان الكنافة كلها تشرب السمنة اللي انتي بتحطيها. وهيبدأ بقى هنا بقى يرصها كده في الصينية. وفي المرحلة دي بقى هيرصها ويروح يعمل بقى الكاستر. جاب كده كيلو لبن، حط عليهم كيسين كاستر ومعلقة سكر ودوبهم، وبعد كده رفعهم على النار. واول ما بدأوا يتقلوا بقى هدى النار خالص، وبعد كده هننزل بقى بيهم في الكنافة. هنا فرد بقى كمية الكنافة وحط هنا جوز هند وزبيب وزداني. وهنا بقى في المرحلة دي خلاص كان حط الكاستر. في المرحلة دي لسه هيحط الكاستر اهو زي ما انتوا شايفين. هيبدأ بقى يوزع كمية الكاستر كده في النص ويسويها، وبعد كده بقى ينزل بطبقة الكنافة
صراحة اليوم ما شاء الله كان يوم جميل، والتفاصيل بتاعته كلها جميلة، وما شاء الله شهر رمضان شهر الخير، شهر اللمة، مش شرط تكون عزومات، هو فعلا بيلم الحبايب. كان بس النهاردة ناقصنا بس عشان العروسة بتاعتنا معرفتش تيجي. ان شاء الله نتجمع كده تاني على خير وتكون هي معانا، وهي برضو شاركت معانا، يعني فطرت وجت على طول بعد الفطار شاركت معانا قسم الحلويات طبعا. حتى الولاد هنا التمر، يعني محمد قعد برضو ابني مع اختي قعدوا فصصوا التمر وبدأوا يجهزوا كده في الحاجات، كل واحد هنا كان بيعمل حاجة. هنا بقى ما شاء الله كنافة رشرش كده على وشها بالفرشة سمنة، دخلت فرن سخن فوق وتحت وخدت بقى اللون الجميل كده واستوت. شايفين بقى هنا كده بدأت خلاص الكنافة فصلت من الجنب كده، يا خلاص هي استوت وخدت اللون بتاعها مظبوط. هنا كنت عايزة اوريكم جمال اللون بس هي سخنة جدا طبعا. هنا بقى بدأ ينزل كده يسقي بالشربات، ينزل بقى كده بالشربات على الكنافة. هنا طبعا الكنافة طالعة سخنة جدا من الفرن، وهنا الشربات بتاعنا ساقع عاملينه من قبل الفطار فكان بارد جدا. هنا بقى خلاص كانت شربت الشربات، هيبدأ بقى يقطعها زي ما انتوا شايفين كده. قولوا بقى ايه رأيكم في فيديو النهاردة؟ فيديو بسيط مفيش فيه تفاصيل كتيرة، تفاصيل بس كده في النهايات بس حلوة. احنا شاركنا المحشي مع بعض اكتر من مرة، الفراخ ما اعتقدش لا ما عملناهاش مع بعض، ان شاء الله هنعملها مع بعض برضو. هقول لكم كده التتبيله على السريع، حطينا 4 بصلات كبار، 6 طماطمات كبار، قرنين فلفل، معلقه هريسه شطه، حطينا معلقتين خل، عصير معلقتين ليمون، حطينا جزر، حطينا ايه تاني، ملح وفلفل وبهارات فراخ و7 بهارات. ضربناهم ضربه في الكبه مع ربع كوبايه ميه، وبدأنا بقى نتبل قطع الفراخ كده. قلت لكم على تتبيله الفراخ مش انا اللي عاملاها بس كنت واقفه بابا بيعملها. هنا بقى كانت خلاص القطايف ايمان عملتها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها في مصفى تصفي الشربات بتاعها. احنا مش بنحب الحاجه مسكره قوي عشان كده هنفضل اللي هي تحط في مصفى. وهنا بقى خلاص كانت الكنافه خلصت، وهيبدا بقى كده يغرفها في الاطباق ونقدم بقى الكنافه مع القطايف. الكنافه هنا بقى طريه وجميله والطعم في حته تانية خالص، بس احنا سيبناها تبرد شويه لانها كانت سخنه جدا زي ما انتوا شايفين كده. هتبدا بقى بوريكم بقى اللون من تحت. هنا انا كنت بصور وهو كان بيغرف ويقدم. يلا بقى كده فضلا وليس امرا نعملي بقى اشتراك في القناه وشير لحبايبك ولايك وكومنت وقولي ايه رايك في الاكل بتاعنا. وهنا بقى خلاص كنا قدمنا الكنافه مع القطايف. ما صورتش بقى معاكم امبارح السحور، بصراحه ما عملتش سحور، يعني كنت تعبانه جدا ونمنا، العيال ناموا وظبطت المنبه فكنا يعني واكلين متاخر وكده فما عملناش سحور، كان جبنه وبيض بس كده لابو العيال. انما انا اكلت زبادي ما سحرناش، فان شاء الله اول سحور هبدا اعمله معاكم واشارككم. مش عارفه النهارده هعمل سحور ولا لسه مش عارفه، يعني واخده كده تعبانه والجو برد وكده مش عارفه هقوم اعمل سحور ولا لا. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم، اشوفكم على خير يا رب واستنونا في فيديو جديد. انا بقى لي قطايف عندي كنافه بالقشطه بيتبرق لي، بسبوسه وتمر الهندي فرني وبرتاح فيه انا براحتي. كنافه محشيه بريد فيلفت، كوكونات عادي ولا مفرفت، قطايف لوتس وتشوكلت. هعمل اوردر لحقت وصلت. لا ده تحسه كده مش هو